اهلا بيكم. النهارده بقى يوم العكاوي، يلا بينا نشوف مع بعض المكونات. عندي هنا عكاوي متقطعه، جزر، كرفس وكرات، بصل، زيت، توم، توابل بقى، زعتر، حبهان مطحون، مرقه، جوز الطيب، بهارات لحمه، ملح، فلفل اسود. هنبدأ بقى مع بعض في حلة فاضية على النار وننزل بمعلقتين زيت، ونجيب بقى العكاوي نرصها كده واحدة واحدة. عايزين ناخدها تشويحة كده على الجنبين الأول، التشويحة دي بتفرق جدا جدا في الطعم. هرصها كده واحدة واحدة. ولما احس انها اخدت لون من تحت بقى هبدأ اقلبها على الوش التاني. بعد كده بقى هبدأ انزل بالبصل والثوم. والثوم هنا انا قطعته شرايح، ما فرمتوش. وبعد كده بقى الجزر والكرفس والكرات، وانا هنا عايزه اخدهم تشويحه مع العكاوي، فهقلبهم كده مع بعض كلهم حوالي 3 دقايق. بعد كده بقى هنزل بكل التوابل وهقلبهم كويس قوي. في الوقت ده هغلي مية على النار، وهبدأ الأول أنزل بحوالي كوبايتين مية، ولما ينشفوا أزود لحد ما أوصل للسوى اللي أنا عايزاه. الناس بقى اللي بتحب العكاوي دايبة كده زيي فممكن نسيبها على النار وقت أطول شوية، يعني ما تستعجلوش عليها خالص على النار، سيبوها أطول وقت ممكن. ده كده بعد ما استوت بقى هاخدها في طاجن وهحطها تحت الشواية حوالي 5 ل7 دقايق كده تاخد لون بس. هي مستوية كويس قوي ودايبة، انا بس كنت عايزاها تاخد لون. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. عايزة اقول لكم مستوية ودايبة وريحتها فظيعة. وده يا جماعة طبق عكاوي مصري أصيل، يعني بطعم يخليكم تعملوه على طول. ممكن تتقدم مع رز أبيض أو عيش بلدي. جربوها وإن شاء الله تعجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل الأكلات المصرية.